السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وروتين جديد. غتشوفوا معايا في هذا الفيديو هذا عجينه وحده غادي نخرجوا منها الخبز ديال الفران والبطبوط بلا فرص بلا والو. وهنا غادي تشوفوا معايا الطريقه ديال تحضير السردين معلب غير في الدار بدون مواد حافظه، كيجي بنين ولذيذ وعارفين شنو فيه. هنايا غادي نبدا بالصلاه والسلام قبل ما نبداو الروتين ديالنا. اول حاجه فاش فقت هنايا غنبداه معكم هذا الروتين من الصباح. اول حاجه بديت بها هي العجينه. كنعجن العجينه البنات كنكثر انا الفرينه بلديه. فرينه بلديه اللي بغيتوني نهضروا عليها نهضر لكم عليها. فرينه بلديه كتاخذوها من الطاحونه. المهم دابا نديروا عليها فيديو مطول باش نشرح لكم. الا كنتم مهتمين خليوها ليا في التعاليق. صافي غير عجنت كنغلب انا فرينه هكا باش يجي داك خبيز خفيف، ما يجيش حرش بزاف. راكم عارفين الصيف كيبغي شي حاجه هكا خفيفه. ودرت المعينات اللي كانوا عندي موسخين في الماكينه، لبست جليليبتي. هنا كنوريكم الانواع ديال لي كخون رخاص حاليا. هذا كالوس كناخذو من بيم 49 درهم. غير هو فيه واحد ديف وواحد اللي هو خاصك ملي تبغي ديريه يكون وجهك فازب ولا تكوني دايره شي مرطب لتحت، حيت الا كان وجهك ناشف ما كيتبغيش يتابليكا ولا يتدهن لك في وجهك. بالنسبه للثاني اللي سميتو كريم، هذاك خديته من البارا فارماسي ب80 درهم. الا خديتوه من الصيدليه راه غادي يكون شويه طالع في الثمن. هذا ما كان. هنا صافي كان عندي واحد الغرض ديال الورقه ديال الكتوبه. بدينا البنات عاوتاني بدينا الفياق بكري والكتوبه وحفظ راجع، ولكن كل وقيته ووقتها. حتى وقت ما كيحشم من وقت ما عندنا ما نديرو هادشي اللي عطا الله، والحمد لله تكون على الصحه. هنا بالنسبه للورقه نقول لكم واش وقع ليا. نورمالمون الورقه راه كتعطى مع البيلته. هما ما عطاوني الورقه ديال الكتوبه مع البيلته. انا من كثره الفرحه انني شديت العطله انا وجلست والدراري ما بقيت نفيق بكري ما والو، نسيتها. في شهر 7 تفكرها مع حنايا في النص ديال شهر 7 ولا في الاخر ديالو كنبداو ناخذوا الكتوبه. كنحيدوا الكتوبه هكا. راكم عارفين غالي الكتوبه ديال البريفي. على ما تتوصل ديك وقيته شهر 9 هكاك عاوتاني لاسيرونس والشهر. المهم دوك المصاريف كتقسموهم على جوج، ما كتخرجوهمش دقه واحده. ولكن اختي كل مره راجلي كيقول لي جيبي الورقه جيبي الورقه دفعيها المكتبه. انا مع العجز كنصبحوا ناعسين. ملي كنفيق كنلقاها مطنطنه كنقول صافي اليوم غدا اليوم غدا. حتى اليوم عاد كتاب قلت صافي غادي نمشي نجيبها. المهم صافي جبتها. ملي بديت راجعه بان ليا مول السردين لقيتو رخيص. خديته غير ب10 دراهم رخيص. صافي هنايا غير رجعت مباشره. راكم عارفين الحال سخون. لقيت العجينه خمرات، قسمت العجينه على جوج. قلت غادي نسبق للبطبوط. هو الاول داك النص الاول خرجت منه البطبوط. وبالنسبه للبطبوط راه درتو غير موين، ما درتوش كبير بزاف. خرجت منه تبارك الله 10 ديال البطبوطات. النص الاخر جبت الزرارع اللي غادي نديرو هكا ديال الفران. جبت واحد الزلافه درت فيها الزنجلان، درت فيها السانوج، ودرت فيها زرعه الكتان، شويه ديال الشوفان والنخاله اللي كتكون غليظه. صافي نفس البانيو اللي عجنت فيه ناخذ دوك الكويرات ديال العجينه كنديرهم في الماء، وعاد كنديرهم في الزراري هكا باش كيلصقوا مزيان مزيان. هنا انا الخبيزات راه كنديرهم البنات قد ديال درهم. ما كنبغيش انا الخبز كبير. البنات اللي جاو من الفيسبوك راهم عارفيني وحافظين شنو كندير. هنا خرجت 8 ديال الخبيزات ديال الفران. عرفتوا راه كثرت العجينه. حيت ما كنخممش في الدليك. راه كنعجن بلا دليك انا البنات، وكتجي العجينه فنه. خبز راه ما نعاودش لكم بلا كثر الدلك يا ما الدلك. راه تم العجانه والله العظيم الا غنقول لكم شي 6 سنين هذه وهي مخبيه. راه ما عرفتوش واش مازال خدامه ولا ما بقاتش خدامه. ما كنخدمهاش فيها الصداع بقى هز حط. كناخذ غير البانيوات نعجن فيهم البونيه الاولى الثانيه، وكتجي العجينه من داكشي احسن من بقى يدلكي. صافي هنايا من بعد ما قرصت هذاك الخبز ديال الفران لقيت البطبوط. صافي غادي نرجع ليه، حيت البطبوط البنات اللي بغيتوه يتنفخ ويجي زوين، يجي محلول من الداخل. ما تخليوهش يخمر عاوتاني ملي تقرصوه. يخمر خمره مزيانه في القصريه ولا في البلاصه فاش عجنتوه. صافي في الثانيه تقرصوه في هذا الصيف هذا 4 دقائق. 4 دقائق ديال السخونيه ديال المقله وبداو كطيبوا. هنا صافي كنت كنطيب في البطبوط ووجدت هذاك الشيء ديال الزبده والزيت والعسل. وحاليا وليداتي باقيين ناعسين. اختي اش غنقول لكم الدراري في هذا الصيف راه واخا تجري من رجليهم لا فاقولك مع ديك 9 ل 10.
انا ولادي ل11 ونص عاد كيفيقوا. هنا صافي درت الخبز حتى هو من بعد ما خمر، حيت بقيت كنتسنى في ولادي زعما يفيقوا. البطبوط ضروري، لا البطبوط البنات ملي كيطيب ضروري كتديروه في المنادل باش يبقى طري ويبقى رطب. راه الا خليتوه عريان كيشوم وكيقساح. ما عرفتش قليل اللي كيفهم هاد كلمه كيشوم. هنا صافي رميت الرميه الاولى ديال الخبز وكنتسنى اختي زعما ولادي يفيقوا. ما فاقوش، رجعت اختي هنا كنخلط معكم اتاي. عمرت واحد الكويس منعنع، كانت ديك الساعه تقريبا 11 ونص بالضبط. صافي مشيت فطرت داكشي اللي قسم الله ونتجمعت الوقفه. صافي مشيت نقي السردين من بعد ما تسقطر مزيان مزيان. غادي نشارك معكم الطريقه ديال تحضير السردين المعلب غير في الكوكوت، كيجي بنين حسن من ديال الزنقه ودغيا كيوجد. كناخذوا الكوكوت كنديروا فيها الهريسه، نص معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال مطيش الحك، غير نص معلقه كافيه باش تعطينا غير اللون. 4 الفصوص ديال الثومه اللي كيكونوا محكوكين، عندي راس معلقه ديال البزار، وعندي 2 ورقات ديال الرند، 4 كاس ديال الخل، 4 كاس ديال الماء، و4 كاس ديال زيت الزيتون، و4 كاس ديال الزيت العاديه. بغيتو ديروا غير زيت الزيتون ديروا نص كاس. عندي شويه ديال الملح. كنخلطوا المكونات كلشي مزيان ونديروهم فوق البوطه. غير واحد الملاحظه، اللي عنده القزبور حبوب مطحون يديرو، انا ما كانش عندي ما درتوش. صافي في ديك الوقيته فاش كنخليو الكوكوت يغلى داك الخليط، كناخذوا السردين كنديروه بهذه الطريقه هذه، وكنرشوا عليه شويه ديال الملح وكنطويه باش يجي هكا بنين. غير كيغلى داك الخليط اللي درنا في الكوكوت ولا الصوص، صافي وكتبداو تستفوا في السردين ديالكم. انا هنايا درت كيلو ديال السردين في هذه الكميه هذه اللي قلت لكم. كتسدوا الكوكوت، كتحسبوا على الكوكوت 10 دقائق مباشره من بعد ما كتصفر. غير كتصفر 10 دقائق صافي طفيو عليها. راه داك 4 كاس ديال الماء دغيا كيتبخر، كتبقى غير ديك الزويته واقف فيها داك الحوت. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ، ممكن انكم تحتفظوا فيه في علب اللي كيكونوا محكمي الاغلاق، دوك اللي عندهم الجنيبات هكا ما كتخرجش منهم الريحه، من يومين حتى 3 ايام في الثلاجه. ولكن دائما انا كنفضل ان الحاجه تكال في نهارها. وهذا الشكل ديالو راه ما نقولش لكم على بنا فيه. واهم حاجه ما فيش لا مواد حافظه لا والو. ممكن تقدموه غير هكا مع الفريت وديروه في الساندويشات كيجي واعر. انا هنايا قدمته مع اللوبيا كنت هي وجدتها وشويه ديال الديسير. اما الخبز راه ما نعاودش لكم عليه، راه كيجي خفيف على المصران وعلى المعده، ما كينفخ لا مصران لا حتى شي حاجه. واعر واعر. حيت ما فيه لا فرص لا حتى شي حاجه. وصافي هنايا البنات غادي نكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. شكرا بزاف على المشاهده وبسلام.